صح يا حبيبي، المشي هو. خلاص يا عم خلاص. شوف التليفون، شوف التليفون، شوف التليفون يا عم، شوف التليفون. ايوه يا حاجه، الحاله دي كانت جايه عامله ازاي؟ الحاله انا عطيتك الصوره يا استاذ صلاح. انت عاطيني الصور صحيح. انت شفت صورتها؟ ايوه بس الحمد لله. الحمد لله كان عنده جهاز سنه. انت تقول ايه بقى للناس؟ ناس بتشوفك وانت بتنصحهم نصيحه لله، يعني عشان بس دون هدف او غرض. هل فعلا الحاجه بتعرف تعالج الحروق؟ لا الحمد لله. ايوه الحمد لله والله احنا وصلنا بر الامان من على يدها. وربنا كرمنا على يدها والله. ده الحاجه كمان بتقول مش حر. وبعدين ده بتعمل لله سبحانه وتعالى. لله دون هدف او غرض. ايوه والله ما كانش حر يا حاجه، ما كانش حر، امال كان ايه؟ ده مش حر. اول ما جاني ايوه هو جاني قال لي ليكي حل في رجلي دي. قلت له وريها لي. راح هو كاشف الرباط وشفتها، لقيت عنده جهاز سنه بينزل ميه في رجله، ولقيت رجله زي انت ما وريتها لك كده. كان العظم باين. العظم باين. ايه العظم بيد رجلي. بركه الحاجه وبركه ربنا اولا طبعا. يا الله الحمد لله. صحيت وبقيت زي الفل اهو. خلاص فاضل حاجات بسيطه. انت اول ما جيت هنا ده هربت من المستشفى جدا. ايوه هربت من المستشفى العام. هربت من المستشفى جدا. هي الله. قلت لها ان كان لك علاج قالت علاج اكتبه على ربنا بقى وعلى الله. حقيقي يعني الحمد لله. كان مدخلها كفايه. محل عشان تخش تعمل ايه؟ كنت محل عشان تخش تعمل ايه؟ تعمل عمليه؟ كنت هتعمل عمليه؟ كان عاوزين يقطعوا من الفخده ويرجعوا. ايوه هربت من المستشفى. هربت من المستشفى وجيت لام ايه وصحيت والحمد لله. الحمد لله ده فرحه. كان جاي الحاله بتاعته، بص النفسيه بتاعته مش عايزه اقول لك. والله كان فاضل يوم واحد بس كان هيقطعوا من رجلي ويحطوا في رجلي. يا نهار ابيض. والله صحيت بقى انت الحمد لله والله على كم الحاجه والله. استاذ صلاح ديت يعني المفروض كانت كلها خليك على كان اساس كان متاكل. هل انت يعني لما الجلد غالي شوف من اول هنا خلاص بقى الجلد بدا بص يا استاذ صلاح من اول هنا كده كده. هل رجله ديت فيها حاجه؟ لا خلاص كده، ما هو لما الحمد لله. اللهم لك الحمد. ربنا يجزيك خير يا حاج الحمد مؤمن. لله الحمد لله. معاكي بقى في الحالات اللي جايه ان شاء الله. الصور الساعه بتعوضي. اصورناك يا ست اهو. ده انت صحيت وبقيت زي الفل. الله يسلمك الناس دي. ايوه والله. يعني احنا شايفين لا تعليق. نحن امام الحالات يعني ناس متجمعه امام الست مؤية وجايه من كل مكان، من مراكز مدينه فواه، مراكز دسوق وكل المراكز المجاوره، وبيجوا كده وكلهم اقتناع ان شاء الله باذن الله هيتم الشفاء، وفعلا بيتم الشفاء على دي. تحت برضه سعادتك هتشوف دلوقتي برضه. ايوه لكن الحمد لله ربنا تم الشفاء على خير يعني. مش بتمشي خالص. الف سلامه يا بنوت. رجليها متنيه كده والحمد لله. رجليها حبيبي اما رجلك كده. الحمد لله. اما تحل بقى هنشوف الكلام. ماشي. لا مش هنقول اسماء، مش هنقول اسماء، لكن هنقول انت كنت عند دكتور. مش هنقول اسامي دكاتره يعني، بس قول انت رحت للدكتور وما وصلش معاك. قعدت في المستشفى المركزي شهرين ما وصلش الحل. ما وصلش الحل. جت هنا الحاجه فيها البركه والله. صحيت خلاص. الحمد لله. اللهم صل على النبي. 100 100 بسم الله ما شاء الله. ده كانت من ايه؟ كان ايه من عند الله كده. عور يعني كده. كان عور اتغير في البيت وهو. فعمل التهابات وتسلخات من الركبه للصابع رجلي. قعدت في المستشفى شهرين. ايوه وبعدين ما فيش نتيجه. جت لي الحاجه هنا فيها البركه والله. ربنا يديك الصحه يا رب. ده ايه يا استاذ محمد؟ انت بتعمل ده مرة تجميل. ده شغل تجميل بقى. بيرجع الجلد كما كان مره ثانيه. السؤال بقى الصعب هسأله للحاجه مؤية وهي شغاله كده. مؤية لو حاجات قديمه بقالها سنين ممكن تشتغليها؟ اشتغلها لو هي في مكان اعرف اربطها. لو في الايد او في الرجل؟ في الايد او في الرجل، لو عاليه حتى اعمل اربط. لو بقالها سنين؟ لو بقالها 30 سنه. 30 سنه. طب خلاص، طب ما كده نطمن الناس. ناس كتيره جدا معايا صور خدتها معايا في بردك نفس الخروج القديم. والله ده حاجه كويسه. في ناس يأست خلاص. وصلت لحاله من اليأس. يعني ديت كانت بايظه. هتشوفها دلوقتي تعتبر خلي صحت. بالك بقى بس انت بتبص تاني بس انا مش راضي اخليه يفك برضه. يعني معظم ما انا الحالات عايزه ابوها كمان. ابوها اهو. معظم الحالات اللي كانت جايه كانت عايزه عمليات. عمليات ايوه. انت بفضل الله. ايوه هو اللي قال لي. انا كنت معاه.
كنتش معاه، هو اللي انت قلت لي الدكتور قال لي انا عايزه البنوته اهي. وادي البنوته اهي يعني صح الله اهي. الله الله الله. انا مصوراها بردك يعني في البدايه هتشوف. مزيه جامد اصلا. كان فيها ايه؟ كانت مركوبه على اهل شرب. كانت الحاله عامله ازاي؟ والله كانت متبهدله اول ما جبنا الحاجه وخفت خالص. ربنا يجعل دايما الشفاء على ايديها يا رب، اللهم امين. ورينا موايه كده بتعمل ازاي بقى؟ دي حاجه ثانيه. دي ده تجميل غير دهان الحروق. دي حاجه ثانيه بقى. ايوه ده دهان تجميل هعمله لك. ما بيخليش اي مكان بيضيع اي اثر. انت شايف في حرج بردك؟ لا ما خلاص كده خلاص. بس لسه بردك قلت لها ما لا تكتبش بس يعني خلاص كانت فين وبقت فين؟ ايوه ماشي يا ست الكل. سبحان من له الملك. ايوه بكل بساطه كده وبكل هدوء. والطفله سبحان الله دي يعني. دهان تجميل يا استاذ صلاح، دي طبعا بفلوس عشان حاجته غاليه. هو بيشتريه. ايوه ما انا بعرفك ده. ايوه دي بشتريه. هو بيشتريه يعني وانت بتعمله له بس تقول له هو بكذا وبالحته أيوة الفلانيه. أيوة. هو بيجيبه وانت بتشتغله له. انا بعمله لهم اهو. وبربط بردك نفس الرباطه. بس خلاص على كده. البركه حلت خلاص. الحمد لله الحمد. ما انا بقول لك اهو. هو السر هنا في البركه. هو الحمد لله مش المشكله بس في العمايل بس. ايوه بس خلاص كده هي غيرت. كده خلاص. تعمل لها شاش تاني؟ ده الحته الثانيه بقى. ولما بيكون المفصل ده اعرف ان هو هيتني منه بحط ابلكاش. ابلكاش. احط ابلكاش عشان الجرح ما يلمش معايا ما يكرمش زي ما انت شايفه الوضع بتاعه ده. ربنا يجازيك خير يا ماما. زعلانه؟ زعلانه. دي خدت على كده. يعني اطفال صغيره الله يكون في عونهم طبعا اكيد يعني. بتهزوا طول الليل يا باشا. انت صحتها جميله اهو، بقيتي زي الفل. تيجي من الحموم. انا باجي من دسوق. من دسوق ان شاء الله. امها كانت بتيجي بيها ما اعرفش الاول في ناس لما بقصر. استاذ صلاح بص كده. بص من هنا لهنا كله كان كانت شاي. ايه؟ كانت ايه؟ ده شيء. كانت شاي. بدأت تصحى الحمد لله. الحمد لله. واختها رقد اختها بتعمل دهان تجميل. ايوه. هي دي بقى الخلطه السحريه اللي بنحكي عنها دي صح؟ الخلطه اللي فيها السحر كله. ربنا يجازيك خير يا ماما. الحمد لله ولا في مكروب ولا في اي مكروب حاجه. ايه؟ ده هي اساسا مطهره كل بس حاجه. الحمد لله. سألوا كان جايبها ايوه ازاي؟ دي كنت جايبها ازاي؟ كان فيها كانت ايه؟ تعبانه خالص اصلا. احكي لنا بس عشان الناس تعرف. الحمد لله تمام بقت زي الفل. كانوا الاثنين كانوا وعليهم شاي وكده ورجلهم مهريه دي وكده. كانت شرب. كانت شوربه. ايه حكايتك مع الشوربه؟ بس الحمد لله. الحمد لله خير وبقت زي الفل وخلت تجميلها. اهو دي اللي بتحكي عنها يا استاذ. تاخد تجميل وصحة وعادت الرجل كما كانت يعني الحمد لله. محمد مصورها دي يا كانت استاذ. صورت قبل كده. دي كانت متبهدله خالص رجلها من فوق ومن تحت. الحمد لله. بس تعالي ارتاح. كان العظم باين؟ ايوه العظم كان باين. ايوه وبعدين ايه اللي حصل؟ الحمد لله. صحيح. يعني 100 البركه في الحاجه والله. البركه بسم الله الله ما يجازيك. شاء الله. قعدت شويه متبادل عند الدكاتره. ودي حالة تانية. انت حضرتك منين؟ انا من الحمام. من الحمول. بتيجي كل يوم؟ باجي كل يوم. كان ايه اللي فيها بقى؟ كانت مقبوله. خبز عمال يجيها. بس خلاص يا عم. خلاص بقى اهو. الف سلامة يا استاذ. ده كان ايه ده؟ قالوا لبنان. شاي وعلى. بتيجي هنا بقالك قد ايه؟ دي بقى لها 16. كانوا الاثنين؟ الحمد لله. نتائج ايه يعني؟ الحمد لله احسن. الف سلام عليه. الف سلام. الف سلام. ده ماله ده؟ بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه؟ شهرين. ايه؟ شهرين.
شهرين كانت اكتر من كده بكتير طبعا. كانت مسلوخه خالص. بدات تصحى. الف سلامه يا جميل، الف سلامه. صح؟ دي خلاص صح. تاخد تجميل بس. كانت زي كده؟ ايوه كانت كده. زي كده وقت. اللهم صل على حيوي. والله باخدكم علاج التنس. محمد بقالها دي بتيجي ديت بقالها ممكن اسبوعين. اسبوعين. والحاله كانت اصعب من كده؟ كانت اصعب بكتير. لكن معروف لحد دلوقتي دي حالات سهله بالنسبه لك، سهل. معلش هو ده الغيره يا استاذ محمد اللي كل يوم مثلا بتيجي كل يوم السلطه السحريه مع الشاش والقطن والحاجات دي. محمد في الصوره من أول دي صحت خلاص. كان فيها يوم ميه. اسالها كلها. لا مش هسألها، هسألك. لا لا ده الايد بس. كان مجبوب عليها لبن. زيت ولا لبن؟ زيت. وصحت والحمد لله. ليه يا حاج؟ انا مش صافي وجاي ليه؟ جايه ابني محروق ولا اسامه يا محمد بن حنان كان محروق وكنت بغير له. ايوه كان محروق. كان محروق في ورقه كده، كانت ورقه وداس لا مؤاخذه عليها شبطت فيه. فقال له فرحت بيه غيروا لي اسبوع وبعد 10 ايام رحت بيه فين؟ الوحده بعد 15 يوم الوحده في يعني. الصافي. بعد 15 يوم حلوا لي وقالوا لي مالكيش غير عندنا ما تجيناش. في واحده في شرفي اسمها الطب المديني المؤيد، روحوا لها. وجيت انا ليا شهر هنا والحمد لله. من اول غيار هي غيرته انا بقيت فرحانه برجل ابني. اول غيار من اول غيار هي حطيت له الكيسه. وتاني يوم الصبح بقيت اقول اللهم صل على النبي ساعه ما شفت رجلي الوالد. وانت كويس دلوقتي؟ الحمد لله. الدكتور قال لك ايه؟ في بلدكم قال لك ايه؟ قال لي روح مالكش حاجه عندنا بقى. خلاص مالكش علاج عندي. جيت له ام ايه؟ قالت لك يا ام ايه؟ قالت لي اقعد وقعدت في الدكتور وعملت ثاني وصحيت خلاص. أيوة يعني على وشك بقى ان شاء الله الحمد لله. الف سلامه. امبارح جيت لمحمد لقاها ملتهبه. قال لي سيب التجميل دلوقتي وجا مغير لي تاني وحط لي من غيار الاولاني وظبطها لي. قال لي عشان فيها شويه التهابات ودوروا ويشوفوا. انما الدكاتره ما فيش ولا دكتور بيعمل الصح، عاوزين فلوس وخلاص. الغير بالشيء الفلاني. الحاجه انت دفعت لها فلوس قد ايه؟ 10 جنيه. ثمن الشاش والحاجات 10 جنيه. انا بقيت ماشيه في السكه اقول 10 جنيه ثمن الشاش. ما انت بتجيبي حاجات. ايوه والله 10. هو في شاش ب 10 جنيه. لا اذا كانت دي انا بجيبها من البلد ب 10 جنيه دي. ايوه هي بتديها لي من عندها وبتغير لي كرتين شاش وتحط لو في اي حد عنده حاله زي حالتك كده تقولي له ايه دلوقتي؟ ده انا نشراها. تقولي له ايه؟ اقول له روح للست ام ايه، ما تروحش لحد خالص. ما تروحش لاي دكتور. بدعي لها دعوه بقى. بدعي لها والله. كفايه الدعاء اللي بتاخده هي وابنها وكفايه اللي الناس كلها بتدعي لها. الله يسهل لها الحال ويخليه لها ويقويها ويكتر من امثالها. ما احنا بنأكد اذا كان في اي حروق قديمه يعني عند حد بقى لها سنين. حضرتك قلت ممكن عليك ممكن عليش لو هي اعرف اربطها. لو تعرف تربطيها لو في مكان يعني يصلح ان انت تربطيها. اللي اعرف اربطها. اي وبيصحى الحمد لله. حتى لو الجلد نشف حتى لو ناشف. لو ناشف معايا بتحيي برضه الحاجه ده. بس انت قلت لي حاجه مهمه خالص. قلت لو الجلد ابيض ما اعرفش. لا ماليش علاج عندي. طب ده بيبقى ايه؟ طب يعني عشان بيعمل زي البهاج الهواء طاله خلاص كده. لازم الهواء طاله خلاص. اذا الجلده تعتبر ماتت بقى. ما لا وبيضت بقى عملت زي البهاج. مالناش علاج فيه. الناس بعد ما سجلنا معاكي امبارح بيتهافتوا عليكي من كل المحافظات وبيدعوا لك وبيقولوا لي ربنا يكتر من امثالك ومتشكرين على اللي انت بتعمليه للناس. ودي حاجه كويسه ومبسوطين جدا ان في مصر ناس بالجمال ده. اي حد انا مستعديه اعمله. اي حد برضه لوجه الله. عشان لوجه الله الحمد لله. والله انت سالت الناس يعني يا استاذ صلاح. سالتهم الحقيقه. سالت الناس وده انت جيت يعني مره واثنين وثلاثه وشفت الوضع عندي. الحقيقه الوضع انا سعيد بيه لدرجه ما حزمش من عندي. بتلاقي كمان جديد ما بتلاقيش ناس الحمد لله. ووريتك البت اللي كانت رجلها عامله خلاص ضايعه والله. وانت شفته وانا بعمل. وعم الحاج وعلى الواد الصغير ده ايده كان ابوه خايف. ابوه واقف اهو. ابوه كنت خايف ولا ما كنتش خايف في البدايه؟ تعالى ابو علاء اقعد جنبي هنا. كنت خايف ولا ما كنتش؟ احكي لي بقى قصتك ايه؟ والله قصتي كان عندي ابني. انت منين الاول؟ انا من فوق. من فوق كان عندك ابنك منين؟ كان وقع عليه ميه سخنه وكده فكان دراعه كان مأذي. تمام. ربنا اللي يعلم. جيت له ايه؟
طبعا سالت وجيت. ايوه. في ناس ياما اولاد خير دلوا لي على الحاج ام محمد. مم. ربنا اللي يعلم والله. الحمد لله. والوضع ايه دلوقتي عامل معاك ايه؟ لا الوضع الحمد لله تمام خالص. صح. دخلت انا في مرحله التجميل دلوقتي. مرحله التجميل دي المرحله النهائيه. خلاص كده يبقى الحمد لله. جبنا اخر من الاخر خلاص. ايوه كده خلاص. لا ما كانش بنتنا. طب انا عايز اسالك سؤال في يعني. أول لو انت رحت للدكتور بينك وبين نفسك كده بقى ورحت للدكتور بيني وقعدت، وبين نفسي كان هيكلفك قد ايه؟ انا ما اعرفش اقدرها لان انا اول مره يحصل لي الحادثه ديت ربنا واول مره اشوف يشفيها يا رب ان شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيك. كلمه اخيره توجهها لاي حد عايز يجي هنا تقولي له ايه؟ اي حد يجي انا اتفضل. تحت امره. اتفضل. تحت امره والله. لكن وأي انت حد يا ام ايه ما كان معامل تعرفش الناس احلى معامله والله. ما تعرفش الحمد تروحي لله. لحد يعني علشان الناس اللي لا لو هي مره بس اروح وخلاص. لو هو مش قادر يجي هي مره واحده. بس مرة مره واحدة. هتنفع. ما هو بيرجع تاني يجيني. اه. كده هيجينا. اي ما انا ما اقدرش ان انا اروح اغير بره. الحقيقه كل التحيه والتقدير الحمد ليك لله. وربنا يكتر الحمد من لله. امثالك ويعينك على اللي انت فيه. بس انت مش هتمشي برضك اما اشوف الحاله الثانيه. لسه في حاله ثانيه؟ لا ده حالات مش حاله. طيب ده هستنى. احنا لسه في البدايه. ما شافهاش الا بعد ما ولع كده، كان جاي بقى وشه وريحته. طب ودلوقتي وعملت له ايه؟ الحمد لله. عملت له ايه؟ الحمد لله. ابن ده كان بريحته من هنا ومن هنا ووشه، وانا لما شفته قلت خلاص هو ما عادش يجي منه. الحمد لله والشكر لله. انا بصراحه يعني بحب حضرتك جامد لان انت ست فضل. انت جاي منين يا حاج؟ بلدك ايه؟ سيدي سالم. نزارة مهيب. نزارة مهيب. بقى جيت بقى لما جربت وشفت بنفسك. لما جربت بقى وشفت انا كنت جاي متردد. انا كنت جاي على الحاله اللي معاك النهارده ايه؟ معايا ابن برضه. ايوه بس الحمد لله دي بسيطه. لا ده بسيط انا قلت له. دي معايا هتعملي لها ايه؟ لا حاجات بسيطه خالص. ده بالنسبه لك كده تسليك سنان يعني. لا لسه دلوقتي بقول له مش ده تسليك سنان زي بقول له مش محروق. على زي ما مش شفنا محروق. يعني. لا لكن ممكن وشه ده يرجع كما كان يعني ان شاء الله. انت سمحت يا ابوه بيقول لك على ابنه. انا ماناش فاكراه. ابني كان منظره ما ينفعش خالص. ودلوقتي بقى طبيعي خالص. دلوقتي زاد جمال. ولون الجلد وكله ده راجع كما كان. والله وشه زاد جمال. وشه الحمد لله طبيعي. اول مره اهو انت مستضيف بيهم اول مره. انا بظروفها احنا قاعدين سبحان الله. الف سلام عليك. انت كنت بتعمل ايه؟ اتحرقت من ايه؟ كانت في حريقه في ريح مني برضه. انا كنت شغال في اسكندريه وكانت في حريقه في ريح مني. دخلت اطفي الانبوبه. الانبوبه دخلت عليك بس الحمد لله انت كويس. الحمد لله. لا الحمد لله. الحاله زي دي هتعمل لها اي حاجه؟ حاجات بسيطه خالص والله. برضه مش مستاهله. لا بالخلطه السحريه بتاعت مش حضرتك. مستاهله دي. هم جايين يلتمسوا منك البركه اصلا مش عشان حاجه. الحمد لله. هو فاكرني وانا مش فاكراه. هو فاكرني بس انا مش. ما اصل احنا كل يوم جديد عندنا ما افتكرش حاجه. مر علينا 7 بقالك كام سنه؟ الكلام ده في الصيف اللي عدى اهو. 3-4 اشهر. انا رحت ل3-4 دكاتره. هو في خلال اليومين دول هو قال لي ما تروحش لحد وهي ان شاء الله هتبقى كويسه 10 لما رحت له قال لك حاجات مش مستاهله. مراهم. لا والله ما فيش دكتور بيقول مش مستاهل. هو الدكتور عايز يكشف ويكتب علاج وبتاع. ما فيش دكتور بيقول مش مستاهل. الوحيد اللي قالك مش مستاهله مين؟ هي الحاجه. لا مش مستاهله. اتصل على سيدي محمد امبارح. كان لله ده ما اتصل يا شيخ. فعلا. ان انتوا هتشتغلوا بعد الف سلام عليك. كان عندك ايه؟ ايه؟ انت كان عندك ايه يا محمد؟ كنت محروق. صحيت بيت كويس؟ الحمد لله. قول له مين اللي بيعمل لك؟ مين اللي بيعمل لك؟ محمد؟ ودراعك دلوقتي كويس؟ طب قول له استاذ صلاح عشان ما اوجعكش. قول له استاذ صلاح. قول يلا عشان انت بتتصور. مين اللي بيعمل لك؟ بقيت كويس يعني؟ طب خلاص. خلاص وريك انك انت ايه مشكلتك؟ انت جاي هنا لام ايه ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا من دسوق. اسم حضرتك ايه؟ اسمي ياسر رجب ليح. ايه اللي كان عندك؟ محل ابو علي. انا كنت شغال في فرن في الكشله. كنت بتاع يوسف شراب. فانا يعني عندي حاله بتجيني. تمام. 2 مصابين بيبوسوا بعض. لا بس ده يعني كان متجادل شويه والله. الحمد لله ربنا يعني انا شايف ان هو هيبقى كويس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ايه اللي حصل لك؟ انا اللي حصل لي ان انا دخت في الفرن فما حسيتش بنفسي لمده حوالي 5 دقائق. يا نهار ابيض. يعني شويت اديك كان تشوي بيجي كده ولا بتاع. فوجعت تحت في العصير اللي هو بيطلع العين. العجين اللي بينزل عليه. ايوه على ايديك. حصل لهم ايه؟
ايديا الاثنين ده هم وجعوا على السير الحديد اللي هو العجين اللي بينزل عليه بيطلع عايش الناحيه الثانيه وما دارتش بنفسه. طبعا النار بتشوي بقى. ايوه طبعا النار بتشوي حديد بيلف من فوق لتحت وانت على ايديك نايم مش دارب حاجه خالص. يا نهار ابيض مش دارب حاجه وسير الحديد سخن على الاخر. جيت لهم ميه على طول؟ كانوا مولعين من فوق لتحت. ما رحتش الدكتور؟ لا ما رحتش. جيت على طول على الميه هنا على طول. بصراحه يعني ولاد الحلال دلوني وكده وكله في المحل ابو علي بيجي يعملوا عندها. طب انت الحاله عامله ايه دلوقتي؟ يعني الحمد لله الحاله تمام 100 100 يعني ما كنتش بنهض. بدات تصحى يعني وبدات ايوه الحمد لله. لون دم احمر جرام اللحم حمراء. انا كنت جاي وكانت ايديا ديت كانت متاكله فوق لتحت. لو اي حد محروق وعنده ظروف زي ظروفك كده تقول له ايه؟ لاي حد محروق وعنده ظروف دهيت يجي هنا للحاج على طول. خدت منك فلوس قد ايه؟ بصراحه هي الله يديهم الصحه وما بياخدوش فلوس. ما بياخدوش غير ثمن الشاش بس ثمن الشاش ويا دوبك البلاستر والحاجات دي وممكن أيوة تجيبهم معاك عادي يعني من بيتك يعني. يا دوبك وانا ما كنتش ناهض اللي انا اجيهم كل يوم. فربنا يديهم الصحه يعني. فقالوا لي تعالى كل يوم وكده ومالكش دعوه احنا هناخد منك يوم. ايوه وبدات تصحى الحمد لله. ايوه الحمد لله. بقيت بحب الشاش يوم ويوم يا حاج صالح. قول ايه لام ايه بقى لو انت عايز توجه لها كلمه تقول لها ايه؟ انا بصراحه انا اقول لها كتر خيرك وربنا يديك الصحه وربنا يقويك وربنا يجازيك ربنا يجعله في ميزان حسناتها ويجعله خالص. امين يا رب العالمين وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب ويجعلها عونا لكل محتاج ويديك الصحه والعافيه يا رب ويقويكي ويخليك ده كده كتير قوي كده. اما الحاج انت تبقى له ايه؟ انا ابوه. انت لو بتقول كلمه لام ايه تقول لها ايه؟ ربنا يبارك فيهم يا رب ويزيدهم من حسناتهم يا رب. لو كنت رحت للدكتور بابنك كان خد اقل حاجه 40,000 ولا 30,000. طب ام ايه خدت منك قد ايه؟ هي ما خدتش لحد دلوقتي يمكن ما يجيش 2000 ولا 1000 ونص. جبت بيهم ايه؟ هي بتجيب له بحق الشاش والحاجه اللي هي بتعملها بس. بالك قد ايه بتيجي؟ ربنا يبارك فيها يا رب ويخليها لاولادها ويزيدهم من نعيمه. هيدخل حاليا في ثالث شهر بس الحمد لله انت كنت ايديك ضايعه خالص يعني. ايوه هي محمد كان بيحط لك يا بنات الاستاذ محمد صوابعك كانت سايحه كان بيحط له خش. ايوه والاستاذ محمد بصراحه هو يتكلم. عايزك انت تقول لاي حد بيشكك في ام ايه وبيقول ان هي الدكاتره افضل منها تقول لهم احنا على ارض الواقع. انا كنت عند دكتور والولد ايده ورمت وما قعد ليلتين نار ولع ما بينامش ولا بينيمني. هو بيرضع ما رضعش. لما جه هنا بفضل الله وخد علاجه وغيرت له بسم الله ما شاء الله ارتاح. كنت تشوف ايده دي من كتر الورم مشاكل على هيئه سلحفاه. فين مكان الحلو؟ بسم الله ما شاء الله اهو ولسه ما عملش تجميل كمان ولحد تحت باطه كمان كان دراع بالكامل. انا دراعي من هنا ماشي من اوله هنا لحد طوع بالتاكل كله كان متاكل. ايوه طبقه ثالثه بالتاكله منها الجلد كله. بس انا شايف الحمد لله بدا يعني ظاهر ايدك تصحى يعني خلاص تمشي باين. محمد كمان لو وراك الفيديوهات اللي هو مصورها صوروا بمراحل من الاول هيبين لك يعني من اول ما انا جاي لغايه النهارده. بصراحه يعني كانت ايديا ديت كانت متاكله ما كنتش بنهض حد يحطها. وصوابعي بالذات دهيت الاخرى بيحطوا له شرايح خشب كده. بيحطوا له شرايح خشب من بين صوابعه. خشب عشان ايوه ربنا يبارك فيهم يا رب. وصوابعي تطلع سليمه. اللي عايز يشوف اتفضل. مايا كلمه اخيره بقى عشان نختم مع حضرتك. والله انا قلت لك يا استاذ صلاح مش عارفه اتكلم معاك والله. بقول لك انت سمحت انا اللي مش عارف اقول لك ايه اصلا. انت سمحت الناس اصلا. انت سمحت الناس. انا مش عارف اقول لك ايه والله انت سمحت الناس. خلاص العرض بتاع حضرتك لو انت هتروح ان شاء الله للقاهره على استعداد. اروح معاك. تروحي معايا؟ اروح معاك وهتاخدي العلاج معاكي وهاخد الدان معاك والطبخه السحريه بتاعت حضرتك. اروح معاك. وبتقولي كمان هروح مره لو حد عايز يجي يقعد عندي في البيت مجانا افرش له البيت ويقعد عندي. اقول لك ايه انا مش لاقي كلام اقوله لك. الحمد لله ربنا يزيدك ويبارك فيك. انا مش هتمشى لما اشوف ايد الاستاذ اللي وراه. لسه هستنى تاني؟ لا هيفك يخش يفك يا استاذ صلاح. اسم حضرتك ايه؟ احمد محمد فراج جندبور. طب انت جايب مين؟ جايب محمود ابني. ابنك صغير. الف سلامه يا حوده. الف سلامه يا حبيبي عليك.
ودراعه بس بالراحه عليه بالراحه عليه. بس يا حبيبي خلاص بس الحته دي صح. انت رحت بيه الدكاتره قبل ما تيجي للميه؟ رحنا الثلاثه في مطوبس. قالوا لك ايه؟ مطوبس وواحد هنا في السوق. قالوا لك ايه؟ قالوا لي هو طبقه ثالثه وهيعوز ترجيع وكلام من ده. فالناس قالوا لنا روحوا للمهاجر. ايه يا حوده صحيح؟ الحمد لله اتحسن. الحمد لله كانت لحد هنا كده وشه ده كده. بدا يصحى هنا كده فاضل حاجه بسيطه هنا والحمد لله بيلم. انت راجل متعلم يعني معاك ايه؟ دبلوم زراعه الحمد لله. بقى يعني ناس بقى فاهمه الدنيا ايه وعارفه لو غلط ما انتش هتيجي عند الميه. طبعا هنجرب مره ومش هنيجي خلاص. صح لكن هو بيتحسن الحمد لله والله ربنا يبارك لها والله ويديها الصحه ويبارك لها في عيالها والله. مفيش منها والله. الف سلامه الف سلامه على الاستاذ محمود. الف سلامه الف سلامه الف سلامه يا بطل. انت صحيح ما شاء الله عليك اهو. احنا قلنا هنحل بقى ونشوف الدنيا فيها ايه وانت حليتها اوريك فيديوهات عنده صورها. استاذ محمد وراني الصور بتاعتك لما كنت داخل هنا كانت حاجه صعبه بصراحه. انت هتشوفها دلوقتي محمد والله الحمد لله. انت بتقول ان كانت ايديك مشويه خالص. ايديا كانت مشويه. كانت بتشال من الجلد كله. ماشي. دي كمان كانت بتشال من الجلد كله. خلاص صح. ديت كانت رفرة. الشعر كان الشغل زي الفل. الجلد كله كان متشال. دي بس طلعت الحمد لله. بس الحمد لله احنا كنا بنحكم هنا فين. ما كنتش بقدر احركها ولا شمال ولا يمين. اول ما روحت بيها كان هيحجزوا لي عند الدكتور وكده والدتي جات لي لا خالتي كانت هنا خالتي كانت هنا برضه وكان وشها كله وكان جسمها كله برضه وجات له معين اهو ربنا يديهم الصحه يا رب. ربنا كتب على ايديها الشفاء. ربنا كتب على ايديهم الشفاء والحمد لله رب العالمين. فجيت لهم من هنا انا جيت هنا 21/12. وطبعا بتاخد وقت عشان ترجع ما خدتش حوالي شهر وايديا الحمد لله ابتدت تخف وطلع عليها الجلد تاني وما كنتش انا متوقع. كفايه انك بتحرك ايديك يعني. كفايه. انا من الوصف اللي انا يا جماعه وصفوه لي ان انت كانت ايديك مشويه. انا ايديا ما كنتش بحركها. ايديا كده يعني اقول لك عظم ما كنتش بحركها ولا اي حاجه وكان ما فيش جلد فيها. فالحمد لله رب العالمين هم قالوا لي لازم تيجي كل يوم. فانا ما كانش مقدرتي عشان طبعا انا من سوق وبعد بسوق ببلدين خلاص لك يعني تعتبر الحل طبعا. فما كنتش بنهض الماده عندي وكده. فقالوا لي تعالى ومالكش دعوه بقى بالماده احنا عن هم قالوا لك تعالى ومالكش دعوه باي حاجه. ايوه احنا هنخفف عنك ومالكش دعوه باللي هتدفعه. ربنا يجعلهم سبب بقى. ايوه والله بصراحه يعني. قولوا لي ايه السر اللي بينك وبين ربك؟ قولي لي. الحمد لله والله انك نعمة. في ايه بالظبط يعني؟ الحمد لله انت سمحت كفايه دعوه الناس لنا. والله كفايه دعوات الناس لنا الحمد لله. انت جيت وشفت الناس الناس قالوا لك ايه؟ لا تعليق. انا عايزه الناس ربنا يشفيها وانا بقول لك كده انا عايزه اروح معاك مصر. والله ان شاء الله هوصل صوتك النهارده ان شاء الله. الصوابع ديت ما كنتش بقدر احركها. انت بتحرك وزي الفل 100. دلوقتي الحمد لله رب العالمين بقيت اتنيها شويه بشويه برضه تمام شويه بشويه. ما كنتش يعني السبعه كان كده. والسر في الخلطه السحريه بتاعتهم غير ما كان متاكل ما كانش فيه جلد يا استاذ صلاح ده احنا كنا بنحط له ابلكاش على صوابعه من جناب صوابعه ومن تحت صوابعه عشان يمسك صوابعه كانت بايظه خلاص يعني ما هي الا ايام بسيطه وربنا يكرمه ويسر. دي شويه بس كانت معلش احنا كنا فين؟ على الحديد على العظم تقصد. على الحديد اتشوت. الحديد يا دوبك العجين بينزل عليه يعني ما يكونش الديبه ويبقى رغيف مشوي كده هو. ألف مليون سلام عليك. ألف سلام. ألف سلام. شوف الأستاذ محمد يا أبو حميد. إيه يا عم الجمال اللي أنت فيه ده؟ ربنا يبارك لك يا ابن روح. أنا مش محتار أصور إيه ولا أصور إيه ولا أقول إيه بس. ده كان عنده ابو حميد. اللهم صل على النبي. خلاص ده الحقيقه بتاع التوك توك. انت بقيت كويس صح؟ كانت ايدك مالها؟ كان فيها ايه؟ كانت مهريه. وصلت للحاله دي. كده وصلت للشفاء. خلاص يا مسهل. مش دي بقى اللي هو اللي ديت هي الخلطه السحريه بقى ديت الماجيك اهو. انا بسمع افلام هاري بوتر ياما بس ما بشوفهاش فيه. ايه؟ بسمع افلام هاري بوتر بس ما بشوفش دي فيه. لانها مش موجوده. اللي بيعمل افلام ما عندوش يعني الحاسه الدينيه بتاعت الناس دي. الطب الشعبي اثبت جدارته في الموضوع ده.
بكل بساطه شديده بتحط الخلطه. بسم الله ما شاء الله على محمد، الله يجازيك خير. اساسا محمد تبريد يعني لا متخصص. والله يعني انا بقول للحاجه محمد امبارح هتوجهي كلمه للسيسي تقولي له، قالت لي قول له لو عندك اي حاله ابعتها لي بس. انا ممكن اقول كلمه؟ هتقول كلمه شكلها ايه؟ والله خليك في اللي انت فيه. جوتو هنا. الف سلامه، الف سلامه عليك. عشان الناس بس ما تاثرش بال ده المنظر وده المشهد وده. المفروض نبعته يعني ترحيبنا برضه لوزاره الصحه اللي هي تعمل لهم ترخيص الجماعه ده هم، ويبقوا يعني لهم يعني اعلانات وكده عشان خاطر برضه العالم اللي هي المحروقه واللي هم من قدرتهم يجوهم. بتعالجهم ببلاش. بالله. صحيح. ماشي. والرئيس برضه عبد الفتاح السيسي برضه يشوف برضه الموضوع ده هو، وربنا يعني يقويهم على كده. ايوه والله ان شاء الله. انا بتكلم جد والله، لان بيجوهم من جميع الجمهوريه. المهم انت الف سلام عليك، وايديك بدات تصحى ان شاء الله اهي. والحاجه مصره تشوف توريني دراعك الثاني علشان كل ما نروح في اي مكان بيحكوا لنا وبيبقوا عارفين الجماعه دول مشهورين. فالمفروض بقى وزاره الصحه يكون لهم برضه بقى مبلغ كويس كده، ويعني حاجات يعني المقدره واللي هم ما بيقدروش عليها يجيبوها لهم برضه تيجي في جنبهم. تمام. بارك الله فيك. انت دكاتره كله على الحته الصغيره دي مش هتدفع كام؟ صح خلاص الحمد لله. 100 جنيه غير الطلبات. وده كانت موصله. نعم. اكتب الدرس، كلام حاجه اكتب له الدرس. والله انا بقول بس من الناس ديت ربنا يبارك لها ويجعلهم في ميزانات حسناتهم يا رب. امين يا رب. ويشفي كل مريض يبتلى بالحر. الاطباء بيقولوا ان هي يعني الست دي بمجرد بس سمعه كده ومش لا 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 استحاله يكون سمعه. انت راجل متعلم وفاهم الحمد لله انا جربت ده، بس ما كنتش هتيجي طبعا. اختلاف تام عن الدكاتره، ومش طبيا بس، لا ماديا حتى. يعني دول ما بياخدوش فلوس. مفيش اي رقم مادي. لا 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 خالص خالص خالص. ولا مليم غير ثمن الشاش والحاجات دي. وممكن انت تجيب الشاش عادي بقى معاك لو انت عايز. لو جبت الشاش ما بدفعش فلوس. الف يعني سلام ربنا عليك. يبارك لهم، ربنا يبارك لهم، ربنا يبارك لهم. الف سلام عليكم، ربنا يشفيك يا رب. الف سلام. بص ايده كنا بنحط لها بلاكاش، كانت سايحه صوابعه سايحه. قول يا محمد كان فيها ايه دي؟ استاذ محمد. لا ده كانت بايظه. يعني ايه بايظه؟ كانت ضايعه يعني. العظم كان بايظ. والله الحاج خلاص الحمد لله بدات. بص هو لو مش لاقي نتيجه مش هيجي من الاخر يعني. خلاص الموضوع يعني. لو ايه؟ لو مش لاقي نتيجه مش هيجي. مظبوط صحيح. فعلا انا لو مش لاقي نتيجه هنا هيجي من محل ابو علي كل يوم. الراجل ده بيجي من محل ابو علي كل يوم، مش هيجي لسواد عيوني يعني. والله هي في حته ثانيه مهمه وهي الصبر وتشوف المناظر دي. انا مش مستحمل ابص لا احنا خدنا على كده يا استاذ صلاح. والحب كمان عايز الصبر. كل ما بتيجي هختم مع حضرتك اقول لك ربنا يبارك فيكي ومتشكرين. اديك شفت باذن الله يعني يا رب حد يوفر لنا مكان كده يكون ايه مركز طب محترم، ويبقى العمل من خلاله برضه لوجه الله. بس ما هو الشعوذه زي هم ما بيقولوا. مين اللي شعوذه؟ الحمد لله. كله على الطبيعه. لا لازم بايده. مبسوطه فرحانه. ايه يعني محمد لما شافها قال لي يا ماما ايده، قلت له هو الصبر يا ابن الصبر. الحمد لله. كان بيحط هو في حد بيحط ابلكاش بنات الصوابع فوق وتحت. مش عارف انت بتعمل ايه عشان يعدل صوابعه. انا مش طايق ابص اصلا. ايه صورها. شكرا جزيلا ابو حميد، تحياتي ليك. اعانك الله. شكرا جزيلا. الف سلامه.